فيلم احمد واحمد حلو ولا؟ السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. فيلم احمد واحمد من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، ومعاهم في البطولة جيهان الشماشرجي، مجموعة من ضيوف الشرف طارق لطفي وإبراهيم الحجاج وسامي مغاوري وغادة عبد الرازق وحاتم صلاح. دول يعتبروا حاتم صلاح من نجوم الفيلم، بس يعتبروا أغلبهم ضيوف شرف. فالفيلم بشكل عام الفيلم عجبني جدا جدا جدا، رغم ان انا ما شفت الاعلان الرسمي ما كنتش متفائل قوي، بس الفيلم حلو بصراحه، معمول كويس يعني، فاجئني بصراحه. بس ده مش غريب على مخرج كبير احمد نادر جلال، ومعاه احمد السقا واحمد فهمي، وده اول بطوله ما بين احمد السقا واحمد فهمي في فيلم. كانوا ظهروا مع بعض في سمامير وشهير وبهير من 15 سنه، بس كان ضيف شرف احمد السقا لاحمد فهمي في الفيلم بتاعه. فالفيلم بشكل عام فيلم حلو جدا، كويس جدا، متصور كويس، السيناريو والقصه حلوه، هي متاخده من امريكا الجنوبيه، قصص امريكا الجنوبيه والمكسيك، هي نفس النظام نفس الستايل، بس احنا مصرناه وعملناه بشكل مصري. هنتكلم بحرق شويه. احمد السقا في الفيلم، بدايه الفيلم هو عامل لنا بدايه كده تمهيديه للفيلم. مين احمد السقا؟ احمد السقا اللي هو مدرس كيمياء في مدرسه بيدرس للطلبه وكده، وعنده ابن اخته ده مهندس ديكور شغال في السعوديه. ابنه دوت نزل السعوديه عشان يخطب وكده، اللي هي طبعا جيهان الشماشرجي، فهو كان نازل يخطب فلازم يروح يتقدم لعيلتها معاه خاله، فما كانش عارف خاله راح فين. وخاله طبعا في بدايه الفيلم عرفنا، انا بتكلم بحرق معلش، خاله عمل حادثه وفقد الذاكره او فقد جزء من الذاكره. الدكتور مش متاكد، ما يقدرش يحدد كل حاجه، ما يقدرش يحدد. فطبعا راح عرف وجاله تليفون اللي هو خاله في المستشفى، راح طبعا بعد ما نزل مصر فبيدور على خاله، وعرف بالصدفه اللي هو حد كلمه قال له خالك في المستشفى، فراح المستشفى لقى خاله فاقد الذاكره. بتحصل له بقى مجموعه من كل شويه عصابات بتطلع تهاجمه، وهو طلع خاله اصلا رئيس عصابه، وعمل مجموعه من طبعا السرقات، ويعني خاله لبط بالاخر يعني، عمل بقى ليه في كل حاجه. فطبعا خاله مش فاكر حاجه، وهو بيتعرض بقى كل عصابه بتطلب منه حاجه معينه، بيطلبوا منه، كان الموضوع كان على لوحه فنيه خاله سارقها، فهو المفروض يسلمها لحد، هو ما سلمهاش، وكان كذا حد عايزها، فهم بيتخانقوا في الاخر على لوحه فنيه. فاللوحه الفنيه ديت هو خاله مش عارف هو وداها فين، وخاله عنده كمية شقق وفيها كمية مخابئ، وهو طبعا خاله فقد الذاكرة وما يعرفش أي حاجة. وهما بيكتشفوا طول الفيلم اللي خاله عامل حاجات كتيرة السر ومحدش كان يعرف. فالفيلم بنجري بقى في الأحداث. الجزء الأولاني زي ما قلت كان خاله طبعا فقد الذاكرة، وهو بقى بيدور، ما راحوا بعد ما كل شوية يحصل لهم موقف، عصابات بتطاردهم، فمطاردات بقى أحمد السقا في الأكشن طبعا ما أقوى واحد، مفيش حد بيخربش، فبيضرب كل إن أي حد بيجي قصاده وبيدمره، ضرب 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 ضرب. الاكشن طبعا هو اكشن عادي مش جديد يعني، اكشن عادي خالص، فده مش المشكله. بس كله طبعا احمد السقا ما بيتخربش، بيضرب كله، بس كله ضرب يعني، الناس دمروا كلهم. كل شويه لغايه ما اتمسكوا وراحوا الواحد اللي هو ظهر، هو ضيف شرف اللي هو طارق لطفي، اللي هو ده واحد من اللي عايز اللوحه. المفروض كان احمد السقا يسلم له لوحه، بس هو مسلمش اللوحه ليه؟ اداله مهله يا اما هيقتله. هم طبعا في خلال المهله دي بيدوروا على اللوحه، مش عارفين مكانها، وبيكتشفوا بقى مجموعه من العصابات التانيه اللي بتطاردهم عشان ياخدوا اللوحه برضه، فكله عايز اللوحه طبعا مش عارفين مكانها هم، لغايه بقى ما يكتشفوا واحده واحده، يفتكروا راحوا للدكاتره، راحوا للدكتور، فيبتدوا واحده واحده يعرفوا ويوصلوا على اول خيط اللي هم كان احمد السقا كان هيتجوز اللي هي غادة عبد الرازق اللي هي ضيفة شرف. فالفيلم بوجه عام فيلم كويس. الكوميدي هو اكشن كوميدي، تصنيفه اكشن كوميدي. مده الفيلم 95 دقيقه يعني ساعه ونص و5 دقايق، فمده كويسه. الاحداث سريعه متلاحقه، في شد وجذب يعني، انت تتفرج عليه مفيش ملل وتبطيء كده، احداث على طول. مشهد العربيه البيجو اللي كانوا راكبينها 504 والست اللي عماله تسوق، كان مشهد كوميدي جامد، عمل حلو. المشاهد الحلوه في الفيلم، المشاهد الاكشن بتاعت العربيات، تكسير عربيات عاديه خالص تقليديه قديمه، كانوا بيصوروها، بيجيب لك المناظر والحاجات بتقع والفاكهه والحاجات اللي بتتكسر سلو موشن، فيعني كويس حلو. بس الفيلم وجه عامل اللي شدني فيه الكوميديا اللي اتعملت ما بين احمد السقا واحمد فهمي وجيهان الشماشرجي، الثلاثي يعني لاقيين على بعض يعني، اتعمل كويس جدا.
جدا وكان فيه كوميديا. في اغلب الفيلم كان فيه كوميديا. مشهد اللي هو بيتقدم لها في بيتهم قدام طبعا سامي مغاوري كان مشهد حلو برضه، كان مشهد فيه كوميديا وكان مشهد كويس. الفيلم بشكل عام حلو، عمل كويس. ونهايه الفيلم اتعملت طبعا بالستايل هو شبيه بستايل ولاد رزق في النهايه، هم عملوا خطه. وافلام اغلبيه الافلام دي عموما اللي هي البوب كورن زي ولاد رزق او احمد واحمد دي متاخده من بره، بالذات امريكا الجنوبيه، العصابات والحاجات والمكسيك. هو ستايل كان ستايل مكسيكي شويه، حتى الموسيقى كانت قريبه من المكسيكيه. فيعني الفيلم بشكل عام فيلم حلو كويس جدا. والفيلم انا تقييمي ليه اديله 7/10. والفيلم طبعا ككوميديا كمعظم الافلام المصريه يعني مش جديد على مصر، في ايحاءات طبعا شويه، بس يعني انت اغلب الافلام فيها دلوقتي كده، ومن زمان اصلا في الايحاءات دي. وفيلم اصلا بلس 12 بلس 12، فالفيلم ممكن تدخله يعني انت وولادك، يعني ما فيهوش حاجات قوي يعني. فالفيلم كويس، والفيلم كويس جدا اتعمل وفاجئني بصراحه، وشابوه احمد جلال. وطبعا في الفيلم مشهد اللي هو كان بيتقدم لجان الشماشرجي في البيت، المشهد اللي هو كان بيتقدم واخد خاله احمد السقا، طبعا كان في ضيف شرف برضو احمد عبد الوهاب، كان برضو المشهد ده خلق كوميديا ما بينهم كلهم، كان في كوميديا جامده جدا يعني، مشهد من المشاهد الكوميديه في الفيلم. فالفيلم بشكل عام فيلم كويس وفاجئني، والسلبيات قليله هي بس الاكشن قديم شويه، وكان ممكن شويه حاجات بقى يتعدل شويه في القصه، مثلا تبقى في حاجات يعني تشد اكتر، كانت ممكن يعني حاجات بسيطه، بس بشكل عام الفيلم حلو جدا. وطبعا لو عجبك الحلقه متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وعلى جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. متنساش السبسكرايب، انتظرني حلقه جديده ان شاء الله. اشوفكم حلقه جديده. سلام.